انت اكبر هديه بالنسبه لنا. الله يحفظك. وجودك اكبر مكسب بالنسبه لي. شوف هذا من عند عمي علي. شكرا عمي علي. انا قبل ما نعطي لك هذه ولا سمحت جست نشكروا اللي جابوا لنا الكاطو هذوك. لا تقول شعر بعد انت. لا ما عندوش مشات. ما عندي حتى حاجه. نشكروا نارينا سويت اللي ديا فاضل اللي تخدم في الكاس وزرواطي ولا الجيرواس تاع الغرب هذه وهرن ايادين هذه. هذا نبداو بهذا اللي تاع الزواج تاع حسام تعال بعثه له تاع عكاشه. عكاشه بعث لي اياه بس عشان المايك. خلاص هو راح يجيك. هو جاب هاك هذا يا بعثه لك. هذا انسان عكاشه مواطن جزائري تعرفوا. انا عارفه بس بمناسبه محبه يعني اتصور. لا هو قال لي وقت لك راح تستبيت راح تتزوج. الزواج دار له حاجه تاع الله يا حسام. بمناسبه زواج حسام جاته هديه من رجل جزائري اسمه عكاشه ترى شنو التمر ذاك اليوم التمر الجزائري. كاين هذه ليك لي انا عماه. هذا هذا برنوس. كل واحد فيكم قدم خطوه. برنوس بمعنى الكلمه. بارك الله جزائري. هدايا نعم هدايا نهديه لك لان اليوم عيد تاع الوطن بارك الله القطري. فيك. الله وهذو كاع من عندي ومن عند الشعب الجزائري كاع. هذا الشعب الجزائري على راسي والله. شكرا كثير شكرا. يعني تقريبا البشت لا مش بشت كشبي زي ما البشت. هكذا الله هكذا. يا سلام برنوسه. والله شرفتوني فيه. هذا روعه هذا والله. البسها فوق راسي كذا ولا هاك كذا؟ قول لي خلنا علمني كيف البسها. هكذا يا هذه كي يكون البرد اللي فوق راسي صح؟ هذا برد كي يكون البرد يكون لكن بدونها يسوي كذا صح؟ هكذا يطر من غير هذا. قلت لك هذايا تستاهل يا ابو جاسم جاء في وقته. هذا وحده وزيد. شكرا الشعب الجزائري شكرا الجزائريين. اليوم كما نقولوا حنايا عندنا زوج اعياد. نعم. لان هذا تاع عيد الوطني القطري. بارك الله فيك. واليوم 18 ديسمبر فرحة تاعنا اللي دينا الثلاثي وكاس افريقيا الاولى في الجزائر. فيفا الجزائر. يا حبيبي يا حبيبي. والله خالد طلعت هذا هداه لك. بعد؟ هذا عكاشه انا بعثوا لي انا ما نعرفوش السيد مازال ما شفتوش كاش داير. هو يعرفك وقت بعد في التليفون. هذا له مواقف طيبه مع منتخبنا الوطني عكاشه. بارك الله فيك. شكرا شكرا سيدي علي. بالنسبه لي ترى انا اكلمك ترى انا من الناس اللي افتخرت ان انت شفت لما الواحد يقول لك انا عندي سي في ان انا لعبت في المنتخب الفلاني واشتغلت في المكان الفلاني. انتم كلكم حقيقه انا فخور فيكم. ولكن ان كبيرنا سيدي علي يعني من الشخصيات المرموقه واسطوره من اساطير افريقيا واسيا عندي انا كوطن عربي. حقيقه افتخر فيك والله. وانا ودي يرجع فيني الزمن واكون يكون عمري كبير وعندي نفوذ عشان اعطيك جائزه افضل لاعب في افريقيا. لا ما تعطينيش. لا كل حاجه وقتها كل واحد في وقته. شباب يعني انا اللي نشكركم على الدعوه اللي ندبتوا لي وجيت هنا عرفت الرجال هنايا الحمد لله. وعرفت واش هي القطر لان جامي جيت لهنايا الحمد لله. شفت بلاد في القمه بلاد في المستوى. التنظيم كما قاعد يتكلموا عليه رائع. الامان هذا هو اللي دهشني والنظافه الحمد لله. ان شاء الله تعودوا تزيدوا تنظموا هذا الكاس العربي يعودوا يديروه في عامين او في 3 سنين لان راكم تجيبوا زياده الكره العربيه وما تتزعزعوا شويه الافارقه باش يسيوا يعملوا كما راكم تعملوا. شكرا لكم شباب. انا اشكركم واحد على جيتكم هذه البطوله. وكنت سعيد حقيقه في تواجدكم معاي. وكنتم خير من يمثل كل واحد فيكم يمثل وطنه في مجلس قناه الكاس كما جماهيركم الكبيره والعريقه والجميله بصراحه. احنا
وصلنا وياكم إلى نهاية البطولة. فؤاد قاعد يأشر لي يقول لي الحلوى الأردنية صح؟ بس أعطوني اسمه حرام أساسا أنا ما أعرف من. ها؟ أيمن العيادي العياد أيمن العياد شكرا. عيان العيان آسف أيمن العيان شكرا على البغلاوة والحلويات الأردنية اللي جاتنا اليوم. بس الله يخليك أيوة نرفع بس هذه هاي نموذج من اللي جانا اليوم من أيمن العيان عن النشامة. وترى صدقني يعني احنا ما ننتظر احنا خلصنا اللي داخل. شكرا ألف 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 شكر. احنا عشنا معاكم من 1 إلى 18 ديسمبر. إذا كان هناك نجاح لهذه البطولة فهو راح ينسب إلى الجماهير العربية اللي احضرت من كل حدب وصوب. اليوم نقول وصلنا إلى نهاية البطولة اللي راح يتغنى بها التاريخ. بطولة تنظمت وانصاغت تفاصيلها بريشة فنان فيها ألوان من الحب والحرص والإتقان، كلها للناس اللي نحبهم ويحبوننا، كلها لكم أنتم. حق من؟ حق الجماهير الكبيرة الغفيرة، جماهير الشعوب العربية والخليجية، الجماهير اللي التقوا هني في الدوحة وكل واحد جاي بلهجة عربية جميلة، كل واحد جاي يحمل الحب والعشق لوطنه، ولكنه التقى بمواطنين عرب آخرين يعشقون وينتمون لدول أخرى، ولكن ما كان في بغض ولا في كره، بل كان بيننا محبة. نختلف في حبنا في ميولنا، لكن ما اختلفنا في هذه البطولة في جرح أو مشكلة أو ما شبه ذلك. الشعوب العربية تجمعوا كلهم في مناطقنا في قطر، شفناهم في سوق واقف، شفناهم مع بعض خليط بين المنتخبات في المدرجات، شفناهم في كتارة، شفتهم في ميناء الدوحة القديم كيف كانوا ملتفين حول الشاشة، وهذا يشجع وطنه وذاك يشجع منتخبه، ومع ذلك ما شفنا أي اختلاف بينهم. الدليل أن احنا العرب شعوب متحابة، الدليل أن احنا نحب بعض، الدليل أني أنا أحب بلادك وأنت تحب بلادي، الدليل أن احنا نحب أن احنا نلتقي مع بعض، الدليل أن كل واحد فينا شايل علمه وفي نفس الوقت يلبسه للثاني.